السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا صحبة الجنة؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا يا أمورة هاتي بمبرزاية كده من عند ابنك كده، أو ابعتي هاتي واحدة من الصيدلية وأنا هخليكي تعطري بيتك فترة كبيرة جدا وتبقي بيتك نظيف وزي الفل. وهنشوف مع بعض كام حيل وكام تدابير منزلية هتخلي بيتك زي الفل بأقل الإمكانيات، علشان تكوني ست بيت شاطرة وقروبة ومدبرة في نفس الوقت، علشان الدنيا ما بقتش مستحملة يا بنات. ربنا يكرمنا يا رب ويرحمنا برحمته. يلا يا أمرايا، لو كنت وصلتي لحد هنا بالله عليكي حط لايك وانت داخله على الفيديو كده علشان تشوفي الافكار الجميله اللي هتسهل عليكي. ولو اول مره تشوفيني يلا نوريني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. ولو تقعدي في الفيديو كام دقيقه وتشوفي كام فكره ان شاء الله هتستفادي. ويلا بينا على اول فكره. اول فكره معانا ان انت لو عندك سمك وعايزه تتبليه، اوعي تجيبي طبق ولا تعملي اي حاجه، هاتي كيس وحطي فيه الدقيق بتاعك وتبلي في الكيس كده بالظبط، سواء كان سمك سواء كان بانيه سواء كان بفتيك سواء كان كبده بتتبليها، ايا كان اي حاجه بتتبليها. يلا تبلي كل اللي انت عايزاه، وبعد كده هتعملي ايه؟ هتشوفي يا حبيبه هنا، هتشيلي كل حاجه بعد ما تخلصي كده وتظبطي الدنيا كلها وتقلي السمك بتاعك والبانيه بتاعك. هتبتدي تلمي الكيس بتاعك كده ومش هياخد منك وقت ابدا، وهيبقى رخامتك نظيفه وزي الفل. الفكره اللي بعد كده معانا المشابك يا حبايب هنا. المشابك دايما بتكون مشكله ان اول ما بنجيبها بتتفتح من بعضها وتتكسر. لا احنا هنعملها بطريقه سهله جدا هتحافظ لك على المشابك بتاعتك جديده دايما ومش هتتفتح من بعضها ابدا ابدا. هتجيبي المشابك الخشب بالذات، اول ما تجيبيها حطي عليها ميه مغليه وسيبيها لحد الميه ما تهدى. المشابك هتزيد والحديد اللي جواها هيطبع جواها، وما شاء الله تبارك الله هيخليها ناشفه كده وجميله، ولا يمكن المشبك يتكسر منك بعدها. ودي حيله هتحافظ لك على المشابك. في ايه تاني يا هنا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما تقلي سمك، لما تقلي برضو بانيه، تحمري فراخ، تعملي اي حاجه، الفرن هو لسه سخن، وهو لسه سخن، مش لازم الروتين اللي احنا متعودين عليه، لا انتوا بس اهم حاجه تعملي الحركه دي دايما. اول ما تخلصي اكل وفرنك يبقى لسه سخن، هاتي فوطه ناشفه كده عندك من المطبخ ويلا امسحي بس الدهون. انت مش هتمسحي الدهون بس، ده انت هتلمعي كمان بوتاجازك من غير ما صابون ومن غير ميه ومن غير اي حاجه. ده روتين عادي جدا هيسهل عليكي غير الروتين اليومي والروتين الاسبوعي، لكن ده هيسهل عليكي لما تيجي تنضفي. الدهون لما بتبرد بتمسك في البوتاجاز، لكن كده ما شاء الله تبارك الله انا حاسه وانتم شايفين اهو ان كانك بتلمعي البوتاجاز مش بس بتمسحيه. يعني الطريقه دي اعتمديها وان شاء الله تدعي لي دايما. اول ما تخلصي الاكل بتاعك والدهون كلها يلا فوطه كده وهو لسه سخن ولمعيه كده ويبقى قمر القمر زي ما انت شايفه. ويلا زرعي في النخله في الجنه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شوفوا البوتاجاز بيلمع وزي الفل، اللهم لك الحمد. حاجه كده قمر القمر، نصيحه واخداها عن امي. يلا ادعوا لامي وادعوا لجميع المسلمين، ربنا يا رب يرحمنا برحمته، اللهم امين يا رب العالمين. ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. وبوتاجازنا نضيف كده نقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. طبعا الفيديو النهارده صغير كده ودمه خفيف ان شاء الله. الفكره اللي معانا الاساسيه في الفيديو هي البامبرزايه اللي هنحطها في الحمام. ما شاء الله تبارك الله، هتجيبي اي بامبرزايه من عند ابنك زي ما اتفقنا او تشتريها بقى زي ما تجيبيها بقى. المهم ان انت هتجيبي واحده كده وتفتحيها وهتشوفي هنعمل ايه. هتحضر لك الحمام وتخلي حمامك كل ما تشدي السيفون بتاعه هتلاقي ريحه الحمام نظيفه وزي الفل. ايه ده يا هنا؟ هنجيبها كده وهنحاول نشيل القطن اللي موجود جوه او الماده اللي بتمتص السوائل اللي بتكون موجوده جوه البامبرز. وهنبتدي بقى ايه، يبقى كده المكان عندنا فاضي، هنسيب بس الجزء اللي من فوق ده زي ما هو. اي قطعه صابون باقيه عندك يلا خليكي ست بيت، اوعي ترمي اي حاجه، اي قطعه صابون تبقى شيليها. عندك صابون سايل، عندك جل استحمام، ده كيس بجنيه، ايام ما كان بجنيه بقى يا بنات، دلوقتي اكيد اغلى طبعا. هتبتدي تقصي منه حته كده وتبتدي بقى تفضيه معاكي في البامبرزايه، او انت لو عندك الشاور جل ازايز هاتي ملوغاطه كده وحطيه جواها. ما شاء الله تبارك الله البامبرز هيحافظ على الريحه دي حلوه جدا جدا. وهتحطيها في السيفون بتاع الحمام، وكل ما تشدي السيفون هتلاقي الريحه عماله تطلع ما شاء الله تبارك الله، تخلي حمامك ريحته نظيف وزي الفل، وتبقي بالست بيت شاطره ونظيفه، وبيت المؤمن دايما نظيف وريحته حلوه. ربنا يا رب يجعلنا دايما كلنا كده ما شاء الله تبارك الله، يعني صحبه الجنه زي ما بقول دايما كده ان شاء الله ربنا يجمعنا كلنا اللهم امين. حيل وتدابير بسيطه هتسهل عليك البيت وتخليكي ما شاء الله تبارك الله باقل مجهود
مجهود، بيتك نظيف ومرتب. وبكده هتحطيها في السيفون بتاع الحمام وتستخدميها لحد ما تحسي ان خلاص بقى ما بقاش بيطلع منها ريحه، بقى اعملي واحده تاني بعدها. وما شاء الله تبارك الله دي فكره موجوده. الفكره اللي بعد كده، كلنا لما بنغسل المواعين يا بنات ونغسل الجريل بتاعنا وننشفه ونيجي نحطه بقى، سواء انا بصراحه ما عنديش مكان في المطبخ من تحت علشان احط فيه الجريلا، فبحطها فوق المطبخ من فوق. لما بحطها فوق المطبخ من فوق بصراحه بيجي لها دهون وبتبقى مش حلوه، واقعد كل مره اقعد اغسل في الدهون واعمل في الدهون. طب وليه؟ ما احنا ممكن نحل المشكله بحاجه بسيطه جدا. شغلي دماغك وشغلي افكارك وقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. قولي لا حول ولا قوه الا بالله. قولي الله الله ربي لا اشرك به شيئا. وزي ما احنا متعودين طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بركه ربنا معاكي. هتعملي ايه يا هنا؟ هتشوفوا يا حبايب هنا ما هي البركه موجوده معانا، يبقى خلاص ستر ربنا معانا. دي الجريلا بتاعتي بعد ما بغسلها وانشفها كويس بدخلها في كيس زي ما انتم شايفين، وبشيلها بالكيس بتاعها بالظبط زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله تبارك الله بيحافظ لي عليها من الدهون وبيخليها نظيفه ولا حتى ترابيه تيجي عليها، وفي نفس الوقت وسعت مكان تحت في المطبخ وما شغلتليش مكان ولا اي حاجه. ويلا في شجره هناك خضراء اهي بتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النخلات هي امارات. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه على قلبي، اللهم امين. شوف انا بشاور لكم على النخله اهو. اصل الفيديو بتاعنا لا يمكن يخلى من النخله، ولو اول مره تشوفيني انضمي لقناتنا كده وازرعي نخله في الجنه وقولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وانت تنضمي لاحلى اخوات في الدنيا صحبه الجنه ان شاء الله. كده الفكره بتاعتنا اهي فكره سهله وسريعه، مش بس الجريلا، اي حاجه انت مش يعني مضايقه لك المطبخ من تحت يلا طلعيها فوق او حطيها في مكان تاني بس غلفيها بكيس. كلنا بعد ما بنغسل المعالق والشوك والحاجات دي كلها لما بيجي نحطها في الصفايه اللي على الرخامه بتنزل نقط من الميه. هاتي صفايه كده من عندك، منظم من عندك، حطيه على الحوض اساسي دايما تحطي فيه المعالق والحاجات اول ما تغسليها. وبعد ما تحسي ان الميه خلاص بتاعتها نشفت كده وبقت ما شاء الله نظيفه وزي الفل، يلا شيليها بقى وحطيها في المنظم اللي على الرخامه كده. رخامتك هتبقى نظيفه وجميله وهتحافظي على رخامتك نظيفه وبيتك نظيف ومرتب. مش هتبقي محتاجه كل شويه تنشفي المعالق بفوطه، لا هي هتنشف لوحدها وتنقليها بعد كده. ايه تاني يا هنا؟ افكار وحيل يا حبايب هنا. ما احنا بنقول احنا افكارنا وحيالنا لازم تبقى ما شاء الله مدبره وشطوره. الملح الليمون والكربونات يا بنات كلنا بنجيبه وبنخليه بالاكياس بتاعته، وبعد كده مش بنعرف هو مين ده وراح فين وجا منين. وممكن ناخد حبه من الكيس وبقيه الكيس يتكب او يتفتح يتكب في ناحيه او يدلق في ناحيه. لا لا لا، احنا هنعمل ايه؟ احنا هنجيب برطمانين كده بس، هم دول اللي كانوا متوفرين عندي، بس انا عارفه طبعا شكل ملح الليمون من شكل الكربونات، فانت هتحطيهم في برطمانات بالطريقه دي بحيث ان انت كل ما تحتاجي من حاجه منهم تجيبي البرطمان وترجعي تقفليه. يبقى انت كده حافظتي على الكميه اللي عندك، وفي نفس الوقت مطبخك هيبقى مترتب ومنظم. او لو بتحطيهم عند الغساله، لو بتحطي برده مع دورات الغسيل برده حاجات زي كده، المهم المكان اللي انت بتستخدموهم فيه خليهم جنب بعض موجودين فيه، واي ما تحتاجي حاجه منهم استخدميها، وبكده يبقى مكانك برده مرتب ونظيف. ما شاء الله تبارك الله. وصفات سهله وبسيطه بس هتفرق معاكي ان شاء الله. ربنا يا رب ييسر لنا جميعا كل حاجه احنا بنعملها يا بنات، حاجات بسيطه تقدري تنظمي دنيتك وتنظمي مطبخك وكل حاجه حواليكي، وتنظمي كمان صحيفه اعمالك بالاذكار اللي هتخلي ما شاء الله الحصاله مليانه. حصلت ايه يا هنا؟ حصلت الحسنات يا بنات. ربنا يا رب يجمعني واياكم اللهم امين في رضوان ربنا عز وجل. طبعا كل كده ما شاء الله تبارك الله. الفيديو ده كان متسجل عليه قبل كده بس انا طبعا بسجل عليه اهوت معاكم علشان ناخد الافكار ونذكر بعض ان شاء الله باذن واحد احد. افكار وتدابير وحيل كده ان شاء الله تنفعك كده في ايامك كده، ومش لازم بس في الشهر اللي جاي، في كل الشهور وفي كل الاوقات. خلي دايما دماغك دايما منظمه ومرتبه ان شاء الله يا حبايبي.